السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابة النهاردة اقول لكم على 3 حاجات يا جماعة بيخلوا الفراخ تفضل تبيض معاكم. الفراخ اللي قدامكم دي بقى لها ما شاء الله 6 سنين، والله اكتر من 6 سنين كمان، وما شاء الله لسه بتبيض. طيب السر في ايه؟ في 3 حاجات. اول حاجة او 3 حاجات لازم تاخدي بالك منهم. اول حاجة الاكل. الاول يا جماعة قولوا لا اله الا الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اي ذكر كده نقوله مع بعض. طيب الاكل يا جماعه، اول حاجه الاكل لازم تاخدي بالك ان الفراخ اللي بتبيض مهما تديلها اكل بتاكل. مهما تديلها اكل بتاكل، يعني بتعرفي الفرخه بتبيض ولا لا؟ بتلاقي قدامها حصلتها كبيره كده شويه. دي ميزه الفراخ اللي بتبيض، او تعرفي ان هي بتبيض من كده. طيب دي حاجة مش كويسة. ليه بقى؟ لأن انت هتفضلي تحط لها أكل، هيحصل لها حاجة اسمها انقلاب رحم. تلاقي الفرخة تبدأ معاكي ان هي البيض يبقى عليه دم، وبعد كده تلاقي مخرج الدجاجة يخرج لبره. وهي مكان ما بتبيض كده تلاقيه خرج لبره كده شوية، وبعد كده بتخسريها خالص. فالخوف من الاكل الكتير ان يحصل لها حاجه اسمها انقلاب الرحم ده. طيب امال المفروض الفرخه تبيض، او اللي بتبيض تاكل قد ايه؟ المفروض ان هي ما تزيدش عن كيلو، عن 100 جرام، 110 جرام في اليوم. يعني ايه الكلام ده؟ هو يعني لو عندك 10 فراخ ما تزوديش عن كيلو و100 او 200 جرام في اليوم، او كيلو و100 جرام. خليها كيلو في اليوم كله، يعني لما يجوعوا ياكلوا بعدين احسن. يبقى كيلو اكل في اليوم لل10 فرخات في اليوم، مش في الطاقة يا جماعة. يبقى ما تزوديش عن كيلو لكل 10 فرخات، عشان ما يحصلش للفرخة انقلاب الرحم وتخسريهم كلهم. ده اول حاجة. تاني حاجة ان انتي تحافظي عليهم من العدوى. ازاي هتحافظي عليهم من العدوى؟ احنا الفراخ دي مش حاطين معاها ديك يا جماعة. الديك بينقل العدوى من فرخة للتانية، فاحنا مش احنا عايزينهم للبيض بس، مش للترقيد ولا حاجة. مش سايبين معاهم ديك. وتحافظي عليهم طبعا من الشوطة او الحالة او الانفلونزا، الطيور اللي بتيجي كل سنة في الشتاء اما الجو بيسقع. وده هتعرفي تعمليه بان انت تشوفي الفيديوهات اللي قبل كده في القناة، ازاي تحمي فراخك من الشوطة كل سنة. طيب تالت حاجة ان انتوا لو الفراخ عندكم قطعة بيض، ممكن تجيبوا لها حاجة من الصيدلية اسمها فيتامين ه سيلينيوم. ده بينشط التبويض عند الفراخ ويخليها ترجع تبيض تاني. بس احنا الحقيقة ما بنعملش كده. احنا بنسيب الفراخ تاخد فترة راحتها العادية عادي وترجع تبيض تاني. بيبقى عندنا مثلا فراخ تانية بتبيض، فمش مشكلة حتى لو قطعت برضو شوية. ما فيش عندنا مشكلة. ما بنجيبش يعني الفيتامين ده ونحطه لها. انما اصحاب المزارع هم اللي بيبقى عندهم ما ينفعش، ده بيبقى مشروع، فما بيسيبوش الفرخة بقى مدة كبيرة ما تبيضش، لان هم بياكلوا وعايزين عائد. فبدولها الفيتامين اله السيلينيوم ده. ممكن انت تحطيه عادي، ما فيش منه مشكلة ولا حاجة. هو زي مقويات كده يعني، بيخليها تبيض تاني. طيب عندنا حاجة كمان، ان انت تختاري نوع فراخ كويس، زي مثلا الفيوم الذهبي. الفيوم الذهبي ده بينفع معاك بيض ولحم، بيض ولحم، وبيبقى اهدى كتير من الفراخ البلدي. وكمان البيضة بتاعته بتكون اكبر شوية من بيض الفراخ البلدي. طيب زهقت منه خالص وعايزة تذبحيه، هتلاقي الوزن بتاعه مرضي جدا ما شاء الله، والفرخة ممكن تعدي معاك 2 كيلو. الفراخ دي فراخ فيوم دهبي، شايفين وزنها وصل لقد ايه؟ والله ممكن تعدي اكتر من ال2 كيلو كمان. ما شاء الله حاجة يعني مرضية جدا. هقول تاني 3 حاجات. الأكل ما يزيدش عن 110 جرام كل يوم لكل فرخة. آم، فيتامين ه سيلينيوم ده بيرجع التبويض تاني. تحافظ عليهم من العدوى، ان انت ما تخليش معاهم ديك، او تحافظ عليهم من انفلونزا الطيور او اي دور معدي عادي. ده بيخلي الفراخ تقطع البيض. ما تجيبش عليهم فراخ من بره وتحطيهم معاهم. لازم لو هتشتري فراخ من بره تحطيها في مكان لحد ما تتأكدي ان هي مش تعبانة، او حتى لو كانت تعبانه تطيب خالص وما تكونش حامله لاي ميكروب، وبعدين تحطها مع فراخك. يبقى انت لازم تحافظي عليهم من اي عدوى. وفي برضو انواع كويسه لو انت هتجيبي للبيض بس، ممكن البلد الحر وممكن الفيوم الفضي. بس دول ما بدوش وزن كبير في اخر التربيه. انما الفيوم الذهبي هو اللي بيديكي وزن كبير ما شاء الله. شايفاهم قدامك ما شاء الله. الفرخه اللي انا بشاور لك عليها دي فيومي ذهبي، هي واللي وراها دي ما شاء الله بتوصل لوزن مرضي جدا وكويس جدا في الاخر. يعني حتى انت لو زهقت منهم للبيض ممكن تذبحيهم عادي. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. واي سؤال انا تحت امركم عادي. وما تنسوش يا جماعه ذكر ربنا لا اله الا الله.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. استنونا في فيديوهاتنا اللي جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.